السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني جدا. موضوع فيديو النهاردة هنتعرف مع بعض ازاي نعمل لبن جوز الهند بطريقة امنة جدا وصحية. تعالوا بقى نتكلم عن فوائد لبن جوز الهند الرهيبة. وبما انه انتشر جامد جدا على السوشيال ميديا، وفي بنات بتكون خايفة ان هي تشتريه علشان ما يكونش مغشوش او ان هو يضر بشرتهم، فانا حبيت اقول لكم افضل وامن طريقة علشان تستخدموه طبعا وانتم مغمضين. ايه بقى هي فوائد لبن جوز الهند اللي قلب الدنيا؟ طبعا قبل ما اتكلم عنه جربته بنفسي، وهو فعلا كلمة سحر قليلة جدا على وصفه. اول حاجة هو ترطيب عالي جدا للبشرة، وكمان لو عندك بقع داكنة في جسمك مع الاستمرار بيزيلها، وكمان مفيش منه اي ضرر لو استخدمتيه على اي منطقة لجسمك، لانه طبعا طبيعي وامن 100%. كمان بيساعد على ازالة التجاعيد لانه فيه كمية فيتامينات رهيبة جدا، ومعالج لكل مشاكل البشرة. وطبعا زي ما احنا عارفين اي وصفة في الدنيا محتاجة طبعا مداومة علشان تدينا نتيجة نكون مرضيين عنها. وكمان تقدري تستخدميه كمزيل للميك اب، لانه بيزيل الشوائب من البشرة او الاوساخ من البشرة. وكمان ممكن تستخدميه كسامب لوك، لو انتي مثلا عندك خروجة بالنهار ممكن تحطيه قبل الميك اب وتحطي الميك اب بتاعك عادي جدا، وسيبي بشرتك طبعا تمتصه، بعد كده بتحطي الميك اب عادي جدا. يعني هو تقريبا كبديل للبرايمر. ده غير طبعا ريحته الفظيعه. وعايزه اقول لكم ان انتوا لو جربتوا الوصفه دي مش هتندموا ابدا. يلا بقى نشوف مع بعض الوصفه عملنا ازاي، الخطوات خطوه خطوه. واتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايكس وشير وسبسكرايب. وخلينا نشوف مع بعض الخطوات خطوه خطوه. اول حاجة هنحتاجها معانا هو جوز الهند المبشور. المهم يكون البشر بتاعه كبير علشان يكون موجود فيه عصارة الفيتامينات والزيوت اللي محتاجاها البشرة. لو متوفر عندك قطع جوز هند فريش تقدري تستخدميها عادي جدا، ولو مش متوفر عندك تقدري تجيبي جوز هند مبشور زي ده من عند العطار. تاني حاجة هنحتاجها وهي ضعف مكيال جوز الهند كوباية مية مغلية. تالت حاجة هي لبن نيدو، وزي ما احنا عارفين طبعا ان لبن نيدو معروف انه غني بالفيتامينات والمعادن والبروتين، وليه فوائد كتير جدا، وبنعمل منه ماسكات حلوة جدا ومغذية للبشرة. وهي دي المكونات اللي احنا هنحتاجها في وصفة النهاردة اللي هي لبن جوز الهند. هنيجي بقى الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان نعمل الوصفة بتاعتنا، وهي هنحتاج ازازة زي دي، هتكون ازاز. دي كانت ازازة دواء متوفرة عندي، فضيتها وعقمتها كويس جدا. زي ما احنا عارفين ان طريقة التعقيم بنحطها في مية مغلية ونغسلها كويس، وبعدين كحول وبنسيبها تتهوى لحد ما الكحول يطير منها. وهنحتاج معانا مكيال او بولة زي دي، او اي طبق موجود عندك يكون برضو متعقم كويس. وهنحتاج مكيال زي ده هنستخدم بيه اللبن النيدو، هنحط كمية بسيطة جدا من لبن النيدو. لو انتي بشرتك دهنية وخايفة ان لبن النيدو ممكن يضر بشرتك او يسبب لك ان هي تطلع حبوب او حاجة، فهو احنا مش هنستخدم منه كمية كبيرة. حابة ان انتي تستغني عنه مفيش مشكلة، تقدري تستغني عنه، بس انا عن نفسي بفضل ان انتي تستخدميه علشان يكمل الوصفة بتاعتنا ويكون ليها فوائد كتير جدا، وطبعا نكون بنستخدمه بطريقة امنة جدا. وهنحتاج معانا هاند بلندر او خلاط، وهنحتاج معانا اي فوطة قطن. اول حاجة بقى هنعملها زي ما انتم شايفين، هناخد جوز الهند وهنستخدم مطحنة نكون ما بنستخدمهاش لاي حاجة من التوابل علشان ما تكرفش عليها. وهنجيب لبن نيدو بالمكيال الصغير ده، المكيال ده 5 ملي، يعني حاجة لا تذكر كده من اللبن. وهنطحنهم مع بعض، هنخليهم بحيث ان هم يبقوا ناعمين جدا. وهنشوف مع بعض جوز الهند متماسك، تحس ان هو يعني مطلع الزيوت بتاعته وفايدته كلها لما اتطحن. هنعرف دلوقتي انا ليه طحنته كده، علشان نستفيد بالزيوت بتاعته والفايدة بتاعته على قد ما نقدر. هنحط المية بتاعتنا كميات قليلة، ومش هنحطها كلها مرة واحدة، هنحطها على فترات بس الاول علشان ننعم الخليط بتاعنا كويس جدا. وهنطحن الخليط بتاعنا كويس جدا بالمطحن. انا ليه ما استخدمتش الخلاط؟ علشان الخلاط مش هينعمها لي زي ما المطحنة هتنعمها قوي كده. بعدين هنحط القماشة زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هبدأ انزل الخليط بتاعي
وهحاول ان انا انزل منه العصارة بتاعته. انا ليه بعمل كده؟ علشان ما يبقاش فيه عندي اي شوائب او اي خشونة، يبقى اللبن عندي نازل صافي ما فيهوش اي حاجة. زي ما احنا شايفين هنحاول ناخد العصارة بتاعته على قد ما نقدر وهنضغطه كويس جدا. اتفضل معايا بقى شوية جوز هند كده اللي هم عملنا بيهم، اللي هم دول الخلاصة. عايزة اقول لكم ان دول لسه فيهم فايدة، وهقول لكم هنعمل بيهم ايه تاني، هعمل لكم بيه فيديو مفاجأة بعد الفيديو ده ان شاء الله. بعدين نزلناهم في الازازة بتاعتنا اللي احنا كنا معقمينها، وتقدروا تستخدموها في اي وقت عادي. والعبوة دي تقعد معاكم طبعا لمدة اسبوع. انا عن نفسي بستخدمها مرتين في اليوم. وبكده هنكون خلصنا الوصفة بتاعتنا، واتمنى ان الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.